سلام الله عليكم، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ديال اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع مهم واللي بزاف ديال الناس كيتسائلوا عليه، واللي هو الاستفاده من التغطيه الصحيه ديال لاسينيسيس بالنسبه للناس اللي عندهم راميد واللي جاتهم الرساله في الهاتف ديالهم، وحتى الناس اللي ما عندهمش راميد كيفاش غادي يستافدوا من هذه التغطيه الصحيه. فإلا كنتي مهتم تبع معايا الفيديو حتى للنهايه. لكن قبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات باش يوصلوكم الفيديوهات القادمه ان شاء الله، ودير لايك للفيديو اللي مالا وبارطاجيه باش كلشي يستافد. وما تنساوش تدخلوا عندي لاشين الثانيه ديالي، غتلقاو الرابط ديالها في اول كومونتير تحت هذا الفيديو. نبداو على بركه الله. الناس اللي عندهم راميد تم التسجيل ديالهم تلقائيا في نظام التغطيه الصحيه او لامون ديال لاسينيسيس، وبزاف منكم اللي عنده بطاقه راميد غادي يكون جا واحد الميساج فيه رقم التسجيل والكود ديالو في نظام التغطيه الصحيه ديال لاسينيسيس. هاد الناس هادو كما كتعرفوا تم التسجيل ديالهم تلقائيا. علاش؟ لان المعلومات ديالهم ديجا كاينه عند وزاره الداخليه، وبالتالي هاد الناس هادو راه كيستافدوا من التغطيه الصحيه ديال لاسينيسيس بشكل مباشر ومجانا بطبيعه الحال. فهاد الناس هادو اللي تم التسجيل ديالهم تلقائيا ما غادي يقوموا بحتى شي اجراء، ما عليهم غير بعد ما يتوصلوا بداك الميساج كيمشيو لاقرب وكاله ديال لاسينيسيس اولا كيدخلوا للموقع ديال لاسينيسيس، كيدخلوا دوك الارقام اللي جاهم في الميساج باش يحصلوا على شهاده الاستفاده من التغطيه الصحيه او لامو ديال لاسينيسيس. وبالتالي راه كيستافدوا من نفس المزايا اللي كيستافدوا منها الاجراء والعمال اللي منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يعني ملي كتمشي تدوز في المستشفيات العموميه راه كتكون بالمجان 100%، يعني ما كتخلص والو. اما بالنسبه للمستشفيات الخاصه بعد ما كتلقى شي علاج كتخلص وكتمشي تعمر ورقه ديال التعويضات وكتدفعها الوكاله ديال لاسينيسيس، وكترجع لك بطبيعه الحال جزء من المصاريف اللي خسرتي، يعني 70% بحالك بحال الاجراء اللي منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهذا الشيء متابعينا بالنسبه للناس اللي عندهم بطاقه راميد وجاهم ميساج في التليفون ديالهم. اما بالنسبه للناس اللي ما عندهمش بطاقه راميد او لا سالات لهم مده الصلاحيه ديال هذه البطاقه، حتى هما بطبيعه الحال غادي يبغيو يستافدوا من هذه التغطيه الصحيه او لامو ديال لاسينيسيس. هاد الناس هادو حتى هما من حقهم يستافدوا، ولكن كيخصهم يقوموا بمجموعه من الاجراءات. كيخصهم اولا يتسجلوا في السجل الوطني للسكان، وراه ديجا درت واحد الفيديو شرحت فيه كيفاش تسجل غير من التليفون ديالك، والليان او رابط المقطع اللي شرحت فيه هذه المساله هذه غادي نخليه لكم في صندوق الوصف تحت هذا الفيديو. فبعد ما كتسجل في السجل الوطني للسكان وكتحصل على المعرف الرقمي ديالك، وهناك ملاحظه بغيت نشير ليها، خاص جميع افراد الاسره يتسجلوا، يعني كل فرد من الاسره خاص يكون عنده رقم تعريفي ديالو. بعد ما كتسجل في السجل الوطني للسكان تاع الاسره ديالك كتخرج ديك الاستماره، كتضيف لها بعد الوثائق اللي ديجا شرحتها في ذاك الفيديو اللي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. كتمشي لاقرب مقاطعه لك، كتحط الملف ديالك وكيسولوك بطبيعه الحال شي اسئله، كياخذوا البصمات ديالك وبعد المعلومات الشخصيه. من بعد كتوصل بواحد الرقم تعريفي الخاص بك في الميساج في التليفون ديالك. من بعد مباشره كتمشي للخطوه الثانيه اللي هي تسجيل في السجل الاجتماعي الموحد. بالنسبه للخطوه الثانيه اللي هي تسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، راه حتى هو سهل وبسيط، كتسجل غير من الموقع ديالهم. ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو كيفاش انك تسجل والمراحل اللي كتمر منها، وغادي نخلي لكم بطبيعه الحال رابط الموقع في صندوق الوصف. وهنا متابعينا بعد ما كتسجل في السجل الوطني للسكان انت والاسره ديالك، وبعد ما كتسجل كذلك في السجل الاجتماعي الموحد، كتجي خطوه ثالثه واخيره اللي هي التسجيل في التغطيه الصحيه ديال امو تضامن. كتدخل الموقع ديال امو تضامن، غادي نخلي لكم بطبيعه الحال رابط الموقع في صندوق الوصف. كتيليشارجي الاستماره ديال الاستفاده من هذه التغطيه الصحيه، كتملأ المعلومات ديالك وكترافقها بعد الوثائق الثبوتيه،
وكتمشي بطبيعه الحال اقرب مقاطعه ليك. كتدخل المكتب ديال التغطيه الصحيه امو تضامن، كتحط دوك الوثائق ديالك ومباشره بعد ما كيدرسوا الملف ديالك راه كيسجلوك في التغطيه الصحيه. وهنا كتستافد بحالك بحال دوك الناس اللي تم التسجيل ديالهم تلقائيا، يعني الناس اللي عندهم رامد. وبالتالي كنتمنى انني وضحت هذه المساله ديال الاستفاده من التغطيه الصحيه او لالامو ديال لاسينيسيس، لان بزاف ديال الناس ما عندهمش بطاقه رامد كيتسائلوا واش حتى انا يمكن ليا نستافد من هذه التغطيه الصحيه. كنظن بلي انني جاوبت على هذه المساله هذه، وان شاء الله غادي ندير فيديو اخر غادي يشرح فيه كيفاش يمكن لك تسجل في السجل الاجتماعي الموحد، كيفاش يمكن لك تاخذ شهاده الاستفاده من التغطيه الصحيه بعد ما كتوصل بالميساج في التليفون ديالك، وغادي يشرح كذلك المساله ديال واش هاد التغطيه الصحيه مجانيه 100% او لا كاينين بعض الناس اللي غادي يخلصوا بعض الرسوم. هاد المسائل كامله غادي نوضحوها في فيديوهات قادمه ان شاء الله. نتمنى يكون الموضوع على الاعجاب ديالكم. اي واحد عنده شي سؤال ولا استفسار او لا بغى شي خدمه يدخل لميزات الانتساب، غتلقاو البوطون ديالها تحت هذا الفيديو وبالضبط حدا الاشتراك مكتوبه عليه باللغه العربيه الانتساب او لا غوجواندغ. كتضغط عليه كتعمر المعلومات ديالك مباشره، كتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب. وبهذا متابعينا غنكونوا سالينا موضوع حلقه اليوم. نتمنى يكون الموضوع على الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله ومع موضوع اخر.